عليكم، كيف أخباركم؟ أنا روان وهاد سلوى. اليوم ناخذ عرفة، مثل اليوم نجهز حالنا للعيد. إحنا ما شرينا لبس العيد، إحنا بنلبس أواعي شتوي. أختي لا شايفين البطانة اللي لابسة أواعي شتوي، هذه بنجي ولاد شحتناها من جيراننا. سلوى زعلانة ما شرت أواعي للعيد، ومثل ما حكت أختها روان إنه هي لابسة أواعي شتا مثل ما انتو شايفين، بطلونها بطلون شتا وبلوزة أولاد، وشحدناها من خيمة جيراننا عشان نلبسها لها لأنه ما عندها أواعي. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا كان نفسي أعيش طفولتي نفس أطفال العالم. كان أشتري ملابس العيد، كان نفسي يجي العيد والحرب تكون مخلصة، هاي نسك مع أصدقاء ومع أهلي. هاي ثاني عام يجي العيد وإحنا في حرب. شوفوا سلوى زعلانة. ليه زعلانة يا سلوى؟ مش راضية تحكي. حسبي الله ونعم الوكيل. بكرة جاي العيد، الناس بدها تضحي يعني لحمة. إحنا لنا سنتين ما ناكلش شوي وبننسى إشي اسمه لحمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما حدا قادر يساعدنا، وأنا خواتي بحاجة مساعدة. حد اشتري ملابس العيد، وانا خواتي واهلي بدي حاجه مساعده. يقدر يساعدنا امانه ما يقصر معنا، احنا اطفال غزه حسينين. سلوى زعلت وما كملت الفيديو. هيها طلعت. تعالي يا سلوى. هاي حياة الأطفال في قطاع غزة. هاي تاني عام يجي علينا العيد وإحنا في حرب. الوضع كتير صعب، إحنا مش قادرين نوفر لهم الأكل والشرب عشان نوفر لهم الملابس العيد وبنعطيهم العيدية. الأطفال كتير زعلانين إنه بكرة جاي العيد وما فيش عيدية إلهم، وما فيش شيء إلهم عيدية ولا ملابس عيد. حسبي الله ونعم الوكيل. إحنا في قطاع غزة نستقبل العيد في حرب وفي نزوح وفي قصف وبنسل صواريخ. يعني بكرة اليهود الاحتلال الصهيوني راح يعيدنا مثل ما عيدنا العام القبل في قطاع غزة. وشفتوا كيف عمل مجازر بحق الأطفال. يعني إحنا بكرة خايفين إنه يجي بكرة من المجازر اللي عملها قبل هيك في عيد الفطر، مثل ما انتوا شفتوا المجازر اللي عملها في حق الأطفال وهي في الشوارع بتلعب تاخذ حريتها بيوم العيد. إحنا خايفين، يعني إحنا البنات بكرة مش راح نطلعهن من الخيمة خوفا عليهن. كنا نستني العيد، وهذا اليوم الفضيل يوم عرفة، وقفة عرفة نستقبله في قطاع غزة بفرحة وهناني. اليوم بنستقبله في دم الشهداء، في الجرحى في قطاع غزة. الوضع كتير 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 صعب. يعني قد ما نحكي وقد ما نشرح ما راح نعطيكم الصورة اللي انتو بدكم اياها، ونوصلكم الصورة اللي احنا عايشينها هلا، اللي احنا عايشينها. وهاي عواطف. عواطف ايش نفسك؟ عواطف بتقول نفسها انه تخلص الحرب. ايش كمان نفسك بعد ما تخلص الحرب؟ هاي خبطة هلا، صوت خبطة اذا طالع لكم بالفيديو مثل ما انتم سمعتوا صوت خبطة.
يا عواطف، ايش نفسك لو خلصت الحرب؟ ايش نفسك؟ نفسي خلص الحرب ونعيش مثل العالم، ونعيش طفولتنا بقطاع غزة. أنا الطفل الفلسطيني حملت همي من بدري، من صغر سني والعالم كله نسيني. حملت همي من بدري فالعالم كله نسيني. مغمض عين عن جرحي، أنا صابر أنا صابر أنا صابر، غير الله ما بشكي، يا غير الله ما بشكي. بيجي العيد في قلوبنا، نار الفراق تحرقنا. بيجي العيد في قلوبنا، نار الحراق تحرقنا. نار الفراق بيتنا تهدم وصرنا، بيتنا تهدم وصرنا بلا مأوى، بلا مأوى تعذبنا. صار الحزن يسحبنا، صار الحزن يسحب نار بتقرا حلوة. يا عالم يلي بحس أنا شو ذنبي، بيقولينه ما في شي. أنا شو ذنبي بيقولولي ما بدي شي، ما بدي إشي منكم بس ما تحرمون الطفولة. ما بدي شي منكم بس لا تحرمون الطفولة. في ليلي شفتك، في ليلي نمت وشفتك حلو، ملامي كله سلب. صحيت ومكتمل حلمي على صوت القصف، على صوت القصف ولون الدم. أنا حصفر مش هن، رغم صغر سنة احنا بغزة، رغم صغر صبري. الحمد لله على كل حال. اللي وصل على هذا وصل معنا على هذا، ما ينسى يحط لنا لايك. توصلوني يا أنا وانا خواتي بتفرحوني، لو وصلتوني يا أنا رغم الظروف الضايقة نعيشها. نتمنى منكم توصلنا لايك، تحضروا الفيديو للآخر. ما تنسوهم من دعواتكم بهذا اليوم الفضيل بيوم عرفة. واللي حابب يساعدنا أنا والبنات هذول، طبعا بنات أخي، هاي روان وهذا عواطف. واللي شفت بأول الفيديو كانت سلوى قاعدة، هلا سلوى زعلانة ما رضيت تحضر الفيديو للآخر، يعني تطلع بالفيديو للآخر. حسبي الله ونعم الوكيل. ما تنسونا من دعواتكم، الله المستعان. احنا بنمر في ايام صعبة، دعواتكم إلنا. وما تنسوا تحضروا الفيديو للآخر وتحطوا لي لايك، تدعموا القناة وتوصلوني ل1000.